من الواضح كده إن الموضوع كبر جدا بعد انتشار فيديو حفل زفاف عروسة الصالحية بالشرقية على شاب من ذوي الهمم، والموضوع بعد ما اتصدر الترند سمع جدا وأثر في العروسين وكمان أهلهم، وعشان كده ظهر والد العريس للمرة الأولى وكشف تفاصيل جديدة عن الفرح وسبب حزن العروسة. والد العريس نفى أي إشاعات عن إجبار العروسة على الزواج وقال إيه المشكلة لما يتجوز، هو زي أي إنسان طبيعي من حقه يعيش ويتجوز ويتمتع بحياته. الموضوع بدأ لما محمد طلب يتجوز وقال أنا عايز أتجوز زي الشباب. وقتها طلبنا من معارفنا يشوفوا عروسه مناسبه ورحنا اتقدمنا رسمي واهلها وافقوا وهي كمان وافقت عن اقتناع، ومفيش حد غصب عليها خالص ولا اهلها اخدوا فلوس زي ما الناس بتقول. العريس بنفسه راح جابها من الكوافير ومحدش بيغصب على بنت الجواز، لو ما كانتش عايزه ما كانتش وافقت من البدايه، يبقى ازاي مغصوبه؟ انا شايفهم زي اي راجل وبنت طبيعيين اللي الناس مستغربه من حقهم يعيشوا زي غيرهم. والمفاجاه ان العريس محمد مجرد ما سمع كلام الناس عنه دخل في حاله اكتئاب ومش طايق يشوف عروسته خالص ولا حتى يبص في وشها، والغريب انه عايز يرجعها لبيت ابوها وينفصل عنها بعد ما سمع الناس بتقول مغصوبه. وحاليا قصه محمد ترند وحديث الراي العام كله.